الموبايل اللي في ايدك دلوقتي بيفهم لغة كتبها ناس سنة 1978. في السنة دي شركة انتل اطلقت معالج جديد، انتل 8086، اول معالج 16 بت في التاريخ، يعني يقدر يتعامل مع 16 رقم في نفس الوقت. جواه 29 ألف ترانزستور، وبيقدر يشتغل بسرعة 10 ميجا هرتز. الكلام ده أنا عارف طبعا إن هو مش بيوصل لك حاجة، بس أنا هحاول أترجمه لك. لأن موبايلك دلوقتي جواه مليارات الترانزستورات، بيشتغل بسرعة 3000 ميجا هرتز. يعني ال 8086 ده كان زي جدك وأنت زي موبايلك دلوقتي. سنة 1981 شركة الاي بي ام اختارت ال 8086 يكون في الكمبيوتر الشخصي بتاعها، وكتبت قواعد وتعليمات سمتها معمارية ال 86، يعني الهيكل بتاعه. ومن وقتها لحد دلوقتي كل معالج في كل لابتوب أو كل كمبيوتر على وجه الأرض كلها لازم يكون فاهم التعليمات دي، لأن البرامج اللي اتكتبت وقتها لحد دلوقتي كلها بتتكلم نفس اللغة. يعني المعالج اللي في اللابتوب بتاعك دلوقتي هو حفيد ال 8086 وشايل الإرث بتاع جده كله. اللي بيقول لك التكنولوجيا بتتغير دايما قول له خوارزمية جدك لسه شغالة في موبايل.